اهلا وسهلا بيكم شباب جريد 5. عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم مستر فيلو ساينس. يلا بينا نكمل يا شباب شرح الليسون. دلوقتي يونت 2 كونسبت 1 ليسون 2 المطر. احنا عرفنا من الليسون اللي فات ان انا عندي ان المطر فيها سوليد وليكويد وجاز. طيب تعالى بقى نبدأ ناخد definition بتاع السوليد. definition السوليد بيقول لك ايه؟ have definite او fixed volume and shape. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ الكلام ده يا شباب عاملين ايه؟ يعني السوليد هي الفوليوم والشيب. الفوليوم يعني حجم والشيب يعني الشكل بيكون فيكسد ديفينيت محدد. يعني يا شباب لو انا عندي اي حاجه السوليد تلاقي الفوليوم بتاعها والشيب doesn't change ما بيتغيروش. تمام؟ طيب الليكويد، بص بقى، الليكويد have definite volume but they don't have definite shape. يعني ايه الكلام ده الاول؟ ان definite volume يعني الحجم بتاعها ثابت ما بيتغيرش، لكن الشيب definite. بص بيقول لك ايه؟ they don't have definite shape. الشيب هو اللي بيتغير، عشان كده بيقول لك ايه؟ they they take the shape of this container. يعني انت لو عندك ووتر مثلا وعندك كوبايات كتير containers او glasses cubes، الشيب بتاعها different، هتلاقي في الاخر ان الليكويد اللي انت حطيته take the shape of the container، بياخد شكل الكونتينر اللي انت حطيت فيه، فبنقول عليه ده ايه؟ liquids. اوكي. الجاز بقى لا عنده شيب ولا عنده فوليوم، فبنقول عليه ايه؟ have no definite volume and shape. خلي بالكم have no يعني ما عندوش لا شيب ولا ايه ولا فوليوم. So they take the volume and the shape of their container. يعني الجاز بياخد الشيب والفوليوم بتاع الكونتينر. تمام؟ يبقى السوليد definite shape و definite volume. الليكويد خلي بالكم definite volume لكن الشيب indefinite او no definite او don't have definite shape. عشان كده so they take the shape of their container. طب الجازز have no definite volume and shape، لا عنده shape ولا عنده volume، وبالتالي they have أو take the shape and the volume of their container. يبقى الليكويد بياخد الشيب بس بتاع الكونتينر، لكن الجاز بياخد الشيب and الفوليوم. اوكي. طب السوليد لا بياخد ده ولا ده، ليه؟ عشان عنده definite shape و definite volume. اوكي يا شباب نكمل. Some gases cannot be seen such as the air. خلي بالكم ان في حاجات من الجازز انت بتقدرش تشوفها، زي مين؟ الاير. طب انا اعرف ازاي اذا كان في اير؟ بص يقول لك ايه؟ You can see الاير move when the wind blow and moves some object. لما تلاقي الليفز بتاع ورق الشجر ده يا شباب بتحرك، يبقى مين اللي بيحركه؟ الويند او الاير. تمام؟ طيب you can see a balloon gets larger تمام when you blow air into it. يعني انت البالونه قبل ما تنفخها تبقى very small، لكن اول ما تدخل فيها الاير تلاقي ان في ايه؟ بيتلارج. طب هي كبرت ليه؟ عشان في اير. طب الاير انت شايفه؟ نو. بس ايه؟ احنا عارفين ان في حاجات يا شباب موجوده حوالينا we cannot see it. like مين؟ like الاير. المطر اللي اذا كانت solid or liquid or gas are made up of very tiny things called particle. ونركز بقى. بص يا شباب اي مطر اذا كانت solid اذا كانت liquid اذا كانت gas بتكون من حاجه very very small بنسميها ايه؟ particles. بنسميها ايه؟ particles. اوكي. البارتكل of the all matter are in continuous motion. كل البارتكل اذا كانت في السوليد ولا liquid ولا جاز لازم تكون are in continuous motion، يعني بتتحرك يا شباب. تمام؟ نمبر 3 هنبدأ نعمل تيبل والديفرنس بين البارتكل الموجودة في السوليد والليكويد والجاز، ولو سمحتوا نركز عشان التيبل ده very very important. يلا بينا. البارتكل of the solid they are very close to each other. ان البارتكل بتاعت السوليد قريبة جدا 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 من بعض، لكن البارتكل of the liquid they have more spaces، يعني في مسافات بين البارتكل of a liquid. طب في الجاز البارتكل of the gas they have a lot of spaces، يعني في مسافات كبيرة جدا. يبقى البارتكل بتاعت السوليد close to each other. طب البارتكل of the liquid have more spaces، لكن البارتكل of the gas they have a lot of spaces. اوكي.
تاني حاجة they have less energy، يبقى البارتكل اللي موجودة في السوليد عندها انرجي قليلة، لكن البارتكل اللي في الليكويد more energy. طب في الجاز a lot of the energy. البارتكل في السوليد they move only a little bit، يعني بتتحرك حركة بسيطة وضعيفة جدا جدا جدا، بس خلي بالك بتتحرك حتى لو كانت very small. لكن البارتكل of the liquid they can move more freely، بتتحرك بحرية أكتر. طب البارتكل of the gas they move very freely، يعني بتتحرك أكتر وأكتر. يبقى البارتكل بتاعت السوليد خلي بالكم they are very close to each other، less energy, move only a little bit. لكن البارتكل of the liquid more space عندها have more energy، they can move more freely. بص بقى الجازز عندها حاجة بزيادة بقى، كل حاجة بزيادة هتلاقي فيها كلمة a lot أو more أو very. they have a lot of the spaces، they have a lot of the energy، they move very freely، بتتحرك بحرية أكتر وعندها مسافات كبيرة جدا وعندها انرجي أكتر من السوليد والليكويد. أوكي نكمل. بصوا المنظر، بصوا ادي البارتكل بتاعت السوليد close to each other، قريبة جدا جدا من بعض. طب البارتكل اوف الليكويد بصوا في سبيس، الجازز في يا شباب a lot of space. ولو سمعتوا خلي بالكم من الشيبس دي مهمة جدا في السوليد والليكويد والجازز. نكمل. من الاكزامبلز اللي احنا عملناه ده يا شباب والشيب والكومباريزن بين السوليد والليكويد والجاز، تعالوا بقى بصوا. اول حاجة هنبدأ الستيت بتعرفني حاجة مهمة جدا describing the properties of the matter. الحاجة التانية الموشن of the particle of the matter. تمام؟ طيب تعال نشوف measuring and observing matter. أول حاجة some properties of the matter can be measured. بعض الصفات في المادة نقدر نقيسها إزاي؟ بصوا أول حاجة we can measure the length of some matter by using a ruler or measuring tab أو tab measure. انت عشان تجيب اللينس بتاع اي اوبجكت هتستخدم حاجه من الاثنين، يا اما تستخدم لو هي فيري سمول هتستخدم الرولر، او هي يا شباب لو فيري بيج هتستخدم ميجرنج تاب او تاب ميجر. اهو بصوا اهو انا عايز اجيب اللينس. تمام اوكي نكمل. طيب لو انا we can measure the mass of the matter using scale، طب انا عايز اجيب الماس يبقى نستخدم السكيل، الميزان بتاعنا يا شباب. تمام يبقى انا عندي حاجه مهمه جدا، لو انا عايز اجيب اللينس هستخدم يا اما ميجرنج تاب او تاب ميجر اللي هو الرولر، لو انا عايز اجيب الماس هستخدم مين؟ السكيل. تمام نكمل ونركز قوي لو سمحتوا. قال لك ان المطر can be changed from one state to another state such as، بصوا ادي السوليد ستيت يعني ده ايس. بصوا لما اعمل عمليه هيتنج اسخن الايس هيتحول الى ليكويد ستيت اللي هو الووتر. يبقى المطر اهي تقدر تتغير من السوليد للليكويد. تمام البروسيس اسمها ميلتنج بروسيس، اسمها ميلتنج بروسيس. يبقى المطر can be changed from one state to another such as اهو السوليد ستيت اللي هو الايس هيتحول الى ليكويد ستيت اللي هو الووتر عن طريق بروسيس اسمها ميلتنج بروسيس. طب لو انا عايز اعكسها احط الووتر في الفريزر هيتحول لايس، يبقى انا كده عملت عمليه اسمها فريزنج بروسيس. فريزنج بروسيس. اوكي يبقى ادي الووتر تقدر ترجع تاني للايس عن طريق ان انا اعملها فريزنج بروسيس. يبقى المطر can be changed from one state to another اللي يا اما ميلتنج يا اما اعمل عمليه فريزنج. اوكي نكمل. نمبر 2 there are some things that are not matter such as light and sound which are forms of the energy. خلي بالكم بقى حاجه مهمه جدا، اللايت والساوند واي اكزامبل من انرجي ما ينفعش نقول عليها ماتر، نقدر نقول عليها forms of the energy، kind of the energy، example of the energy، types of the energy، لكن ما نقدرش نقول عليها ماتر. يبقى اي حاجه فيها كلمه انرجي خلي بالك اوعى تقول عليها دي ماتر. اوكي تمام لكن نقدر نقول عليها forms of the energy. example light energy، sound energy، تمام thermal energy، kinetic energy،
potential energy. كل الانرجي اللي انا قلتها دي يا شباب زي اللي انتوا خدتوها قبل كده في سنه في جريد 4، كل دي نقدرش نقول عليها ايه ماتر، نقول عليها ايه فورمز اوف ذم. احنا كده يا شباب خلصنا ليسن 2. لو عندك اي كومنت اكتب لي وانا ارد عليك على طول.